مساء الفل عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض جاتوه الفنجان أو شاتوه الفنجان بطريقة بسيطة جدا وسهلة وسريعة، وكمان هنعمله بدون بيض ولا حليب، يعني اقتصادي جدا. وكمان مش هنعمله في الفرن، هنعمله على عيون البوتاجاز بكل سهولة، وهيطلع معاك اسفنجي وهش جدا ولذيذ خالص. يعني هتدوقيه طعم الجاتوه تحفة، يعني تحفة واقتصادي جدا وبسيط خالص. شوفوا شكله جميل جدا، ومع صوص الشوكولاتة خطير جدا. شوفوا شكله خطير جدا واسفنجي وطعمه فعلا لذيذ جدا. هتجربوا الوصفة هتعجبك جدا، وكمان في 5 دقايق هتحضريها. يعني حاجة كده قمة الجمال، وكمان اقتصادية جدا وبسيطة جدا. اول حاجة معايا بجيب شفشق الخلاط واحط فيه كوباية من السكر وكوباية من المية ومعلقة كبيرة من الخل، نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة أو الفانيليا البودر مفيش مشكلة، ونص كوباية من الزيت، ولازم الزيت يبقى نوع كويس. باخدهم أضربهم كويس جدا في الخلاط. بعدين بقى بجيب كوبايتين إلا ربع من الدقيق وبنخلهم كويس جدا بالشكل ده، وابقى نخلة الدقيق كذا مرة عشان أدخل الهواء فيه. دي الكوباية التانية اللي هي كوباية إلا ربع، بنخل فيه وافضل أدخل الهواء بقدر الإمكان، ندخله مرتين 3. وبعدين بقى بحط معلقتين كبار من الكاكاو الخام وبرضه بنخلهم. وبقلب الكاكاو مع الدقيق، وبعدين بجيب باكو بيكنج باودر واحطه عليه وانخله برضه كده تمام جدا. بقلبهم كل المكونات الجافة مع بعض، وبعدين بقى بجيب الخليط بتاع اللي انا ضربته في الخلاط وبنزل بيه على طول على الدقيق، واقلبه بمضرب سلك يدوي عادي بالطريقة دي لحد ما الدقيق يختفي والخليط كله يتجانس مع بعض. بس انا حسيت ان القوام تخين شوية، فهجيب معلقتين من المية واحطهم عليه. المية اللي انا استخدمتها مية دافية. وبعدين بقى بجيب الفناجين وادهنها بالزيت واحط فيها العجينة بتاعتي. انا استخدمت هنا مية دافية ليه؟ لان المية الدافية بتساعد على تفاعل البيكنج باودر وتهيش معايا الكيكة. طبعا احنا بنحط في الفنجان، سواء ان انت بتحطي بكبشه بالشكل ده او بتحطيه في شفشق عادي، ممكن تحطي العجينه كلها في شفشق وتحطي على طول مره واحده من الشفشق زي ما تحبي، او لو هتحبي تحطي بالكبشه بالشكل ده وفي زوايد جت على الفنجان بتمسحيها. وبنحط نص الفنجان بس من العجينه، لان هي بتهيش وتملأ الفنجان كله، فما تكتريش عن النص بتاع الفنجان من العجينه. طبعا هي طلعت معايا كميه كبيره، يعني انا عبيت الفناجين دي وكمان عبيت فناجين صغيره، وعملت في واحده في كوبايه مج عاديه عشان اوريكي لو انت مش حابه برضو تعملي فناجين وتعملي في مج عاديه مفيش مشكله. باخدهم كده رصهم وبحطهم في حله، وبعدين بجيب ميه بتغلي واحطها من الجنب كده بالراحه بحيث ان هي ما تجيش في الفناجين بتاعه الميه وتبوظ العجينه، فبحطها في الجنب بالشكل ده لحد ما توصل الميه لنص الفنجان، مش كلها، نص الفنجان كده الميه وخلاص كده. باخدها بقى احطها على البوتاجاز وبغطيها بفوطة الاول علشان البخار ما ينزلش على العجينة بتاعتي. وبسيبها حوالي نص ساعة لحد ما تستوي. دي بقى الفناجين لسه هحطها بعد ما يستوي الاولانيين. هنعمل صوص الشوكولاتة بقى. برجع للخلاط تاني، بحط نص كوباية من السكر، نص كوباية من الكاكاو الخام، نص كوباية من المية، ونص كوباية من الزيت، وبحط نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وباخد كل الحاجات دي اضربها في الخلاط كويس جدا لحد ما قوامها يبقى تقيل، وبعدين بحطها في التلاجة.
ده قوام الصوص الشوكولاته. بعد ما استوت معايا الكيكه، شوفوا بختبرها بخلة الشيش طاووس كده بالشكل ده، وهي لسه في الحله بتختبريها. لو لقيت الخله طالعه معاكي نظيفه يبقى كده تمام، بتطفي عليها، استوت معاكي. لسه فيها عجينه فبتسيبيها مستويه، مش شرط نص ساعه، ممكن تاخد اكتر، مفيش مشكله. زي المهم ان انت تلاقيها استوت وبقت عايشه معاكي بالشكل ده. وبعد ما الفناجين تبرد معايا والكيكه تبرد معايا، بحط بقى صوص الشوكولاته عليها بالشكل ده. شوفوا قوام صوص الشوكولاته تقيل جدا وجميل جدا ازاي. لما ضربناه كان تقيل وحطيناه في التلاجة فالقوام بقى تقيل معايا جدا. شوفوا حطيت على كل الفناجين بتاعتي وطلع معايا كميه كويسه جدا واقتصادي خالص وفعلا خطير جدا. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا